السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. الوصفة ديال اليوم ميني كيك كيجيو روعة روعة وبمكونات اللي هي بسيطة. خليكم مع الفيديو حتى الأخير. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذا الميني كيك، عندنا جوج ديال البيضات، عندنا كاس ديال السكر سنيدة ونص كاس ديال الزيت وكاس ديال اللبن رايب ماشي الحليب. بالنسبه للبن كيف ما كنقول لكم دائما راه خطير خطير في الكيك، راه كيجيبوه هشيش ورطب. واخا كتقصحوا العجينه ديال الكيك، يعني كدوزوا ليها الطحين الا كان فيها اللبن كتجي هشيشه وزوينه. غير جربوه، يعني غادي الا جربتو غيولي هو معتمد عندكم، حسن كاع من دانون لا من الحليب. المهم من بعد ما ضفت جوج ديال البيضات درت لهم كاس ديال السكر سنيده وكيس ديال الفاني وواحد القبيصه ديال الملحه. غادي نضربهم مزيان. هاد المكونات تقدروا تستعملوا الضراب هذا، ولا ديروا غير الكاس ديال العصير، ولا تضربوا غير بيديكم، يعني داكشي اللي كان متوفر عندكم. ثم غادي نضيف قشور ديال حامضه محكوكين. تقدروا كذلك تعوضوهم بقشور ديال الليمون. صافي كنحك هاد القشور ديال الحامضه وغادي نعاود نخلط ثاني مره اخرى، ونبدا كنضيف هذاك نص كاس ديال الزيت بالتدريج. بالنسبه للفيديو تقطع لي، يعني ما تصورش الزيت وما تصورش اللبن. ملي ضفت الكاس ديال اللبن عادي يعني كنضيف وكنخلط نص كاس ديال الزيت وكاس ديال اللبن. من بعد غادي نضيف جوج ديال الكيسان ديال الدقيق ديال الفورس وجوج ديال الاكياس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. نغربل هاد المكونات هادو. كنعتذر على المقطع ديال الفيديو اللي ضاع، ما عرفتش كيفاش وقع لي، واش ما انا ما كنتش كنصور ولا ما عرفت تمسح ليا من التليفون. المهم ضفت كيف ما قلت لكم نص كاس ديال الزيت مع كاس ديال اللبن وجوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض وجوج اكياس ديال خميره الحلويات. ومن بعد كنخلط هاد المكونات هادو جيدا. صافي وكنجيب واحد الطاوه غادي نفرش فيها بابي كويسون. وفي هاد الاثناء الفران راه سخون، يعني شاعل عليه سخن. صافي غادي نكب هذاك الخليط ديالي في المول، يكون هكا مستطيل ولا حتى دائري ماشي مشكل، حيت من بعد غادي تقطع هذا الكيك هذا. ونبسط العجينه ديالي اولا الخليط بواحد السباتيلا باش يكون يعني تجيني متساويه ملي طيب، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. نسويها على هذا الشكل هذا وندخلها للفران طيب على عافيه مهيله. غتاخذ معكم تقريبا واحد 20 دقيقه. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت ومن بعد ما بردات. خليتها حتى بردات عاد باش غادي نحيد لها من الاسفل ديالها داك ورق الطبخ، ونعاود نقلبها مره اخرى على الوجه ديالها. صافي غادي نجيب دابا واحد السيركل ونبدا نقطع به هاد الكيك هذا على شكل دوائر. كيف ما كتشوفوا انا جاتني من الوسط طالعه ومن الجناب هابطه. المشكل عندي في الفران هو مايل من واحد الجهه، داكشي علاش جاتني هكا، ولكن غادي نعالجوا هذا المشكل هذا في اثناء التزيين. غادي نصاوبوهم. المهم غادي نقطعهم على شكل دوائر. وبالنسبه للباقي ديال الكيك غادي ناخذه غادي نطحنه في الهشوار ونحتفظ به حتى نكمل به العمليه ديال التزيين. نستمر على نفس العمليه حتى كنقطع هذا الكيك ديالي كامل على شكل دوائر. ندوزو دابا للتحضير ديال الكريمه. عندي هنا كريمه ديال الطبخ 200 مليلتر. انا استعملت هنايا هولالا، ها هي 200 مليلتر. صافي غادي ناخذها وغادي نضربها نطلعها، فهي بالزربه كتطلع. غير نكون محتفظه بها من قبل في الثلاجه، اصلا دابا الحال بارد يعني ما غاديش توحلوا معاها.
نطلعها على هذا الشكل هذا بسرعه كتطلع. وباش نهرسوا ليها داك المذاق اللي مجهد، يعني فيها واحد المذاق شويه مجهد، غادي نضيف ليها واحد دانون ديال فاني. وتقدروا تبدلوا النكهه، تقدروا ديروا بيرلي حتى هو كيجي فيها زوين، ولا ديروا دانيت ديال الكراميل. المهم المذاق اللي بغيتو تهرسوا به هذاك الجهد ديال الكريمه. ومن بعد ما وجدت ليا الكريمه ديالي، غادي نجيب لابوش وغادي ندير لها لتحت واحد البوق، وغادي نعمر فيها هاد الكريمه هادي باش ندوز ونزين الكيك ديالي. دابا غادي ندوزو للعمليه ديال التزيين اولا المونتاج. غادي ناخدو كل قطعه وغادي نديرو ليها الكريمه من الفوق. وكيف ما قلت لكم، دابا غادي نعالجو داك المشكل اللي طحنا فيه، يعني القطعه اللي كبيره اولا يعني المرتفعه غادي نديرو لها غير شويه ديال الكريمه، والقطعه اللي جاتني هابطه بزاف غادي نعليها بالكريمه باش في الاخر ملي نجي نزينهم يجيوني كاملين قياس واحد. بحال هذه دابا طالعه درت لها غير شويه ديال الكريمه، واللي هابطه كنعاود نعلي ليها الكريمه اكثر. صافي نستمر على نفس العمليه حتى نكملهم كاملين، عاد باش كنجيب هذاك البقايا ديال الكيك اللي طحنت، وما هادو كيجيو على هذا الشكل هذا. وناخذ كل قطعه ونعمرها مزيان من الوجه ديالها ومن الجوانب بهاد البقايا ديال الكيك، ونحاول نثبتهم هكا بيديا ونصاوب يعني نفيني الوجه ديالها، الجهه اللي خارجه ندخلها وغاديه هكاك حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كيجيو زوينين بزاف في الشكل ديالهم، وكذلك حتى في المذاق راه بنان بزاف. المهم نستمر على نفس العمليه حتى كنكمل هذوك القطع اللي عندي كاملين، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال وصفه اليوم. الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك اللي صوبنا بالكريمه. كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى تجربوا الوصفه، ما تنساوش تخليو لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو من طبيعه الحال الى عجبكم. ونتلقاو في شي وصفه اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.